الله. سؤال سماحة الشيخ، أرجو الإجابة بصراحة. نعم. هل كنتم تحبون أبو بكر وعمر أم لا؟ ومتى خرج حبهم من قلبك يا سماحة الشيخ؟ الله يفتح عليك والله. الحمد لله الحمد لله. المكنسة المحمدية شالت الزبالة كلها. أنا أولا عاوز اشكر لي يا صاحب هذا السؤال عندك على القاعة. اشكر لي صاحب هذا السؤال. ليه؟ لأني أنا أي واحد سني الآن بيجي عشان يتعرف على آل البيت ويدخل في ولاية أمير المؤمنين بلتمس له أعذارا كثيرة. اللهم صل على محمد وآل محمد. أنا بقول لك اشكر لي أخونا صاحب السؤال. ليه؟ اليوم بعد العصر وأنا نائم كان هذا في خاطري، وبعد النعمة العظيمة اللي ربنا أنعم بيها وبشكر ربنا كثير. اليوم بعد العصر. عشان كده بقول لك اشكر لي صاحب هذا السؤال لأنه نقي القلب والضمير. حقيقة احنا بنتكلم بما يرضي الله بكل صدق وإخلاص. حب بمعنى الحب لا، بس كان فيه شوية إعجاب بإيه؟ الضالون كذبوا وضللوا المسلمين. مثلا لما تيجي تسمع انهم يسألوا أمير المؤمنين علي: امال انت اتجوزت سيدة أسماء بنت عميس ليه؟ خدوا بالكم. قال: ايوه انا اتجوزتها عشان تخبرني عن احوال ابو بكر. وقالت لك ايه؟ قالت ان ابو بكر كان اذا جاء من عند النبي يجلس امام الحائط تجاه قبر النبي ويفضل يبكي لغايه الصبح يقول: وشوقاه اليك يا رسول الله. شوف الافتراء وصل لدرجه ايه. طيب، قل لك في يوم النبي مرض فذهب ابو بكر يزوره فرجع شايلينه، يعني رجليه مش شالته، رجع عيان حزنا على النبي، ودوه لغايه البيت. فبعد النبي ما شوفي راح يزور ابو بكر، اول ابو بكر ما شاف النبي سليم راح قايم وانشد في ذلك يقول ايه: مرض الحبيب فعدته فمرضت من حزني عليه، شفي الحبيب فزارني فشفيت من نظري اليه. كل ده كذب، بس احنا ما كناش عارفين ان وصل جلة الذمة الى هذه الدرجة، فكان في شيء من الاعجاب. لكن حقيقة اقول لك مما اشكر الله عليه، الحب كل الحب من اول يوم وعيت فيه وادركت الحياة لابي عبد الله الحسين ولابيه ولجده صلى الله عليهم اجمعين وسلم. المكنسة المحمدية اللي طلعت الزبالة دي بره القلب كلها هي الرؤية الكريمة التي أنعم الله بها علي. ودي كانت الموقف الفاصل في أجازة الصيف. كنت أروح الأولاد البلد وأبات لوحدي يوم الخميس عشان أصبح أخطب الجمعة، ويوم الخميس كان عندي درس في شبان المسلمين، فأنا نايم وحدي في شقتي وحدي. عشان كده بقول لك عزاء الحسين وذكرى مقتله. تعرف نمت ازاي؟ خطر علي يوم كربلاء في صالة الشقة وأنا على الكنبة نمت بعد البكاء الشديد ونمت. عشان كده أنا بقول لك كلها بركات الإمام الحسين. نمت وبعد قليل وجدت نفسي أمام بيتنا في البلد. كان في مصطبة يجلس عليها الوالد هو وضيوفه، ومن هذه المصطبة رفعت إلى جبل عالي جدا، لا أدري كيف رفعت. لا أنا ساكن مش على سلم قطعا، مش في أسانسير، بس رفعت إزاي أنا مش عارف. لقيت نفسي برتفع إلى هذا الجبل، وعلى
ربوة هذا الجمل حضرة النبي واقف. صل على حضرة النبي واقف. جمال كل الجمال. طبعا لم يخلق الرحمن مثل محمد أبدا. نعم. اللهم صل على الله 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 الله. صلوات الله وسلامه عليه وآله الطيبين الطاهرين. واقف ويقلب وجهه في السماء، ثم نظر إلي وابتسم، ولكن لم يكلمني، نظر إلي وابتسم. خد بالك، شوف المكنسة عملت ايه. واقف في ناحية كده أبو بكر وعمر الاثنين، والله دون تعصب، والله الذي لا إله إلا هو، وحق هذا الشهر الكريم، وحق أبي عبد الله الحسين، رأيتهما في المنام كأنهما كلبين، كلاب واقفة كده على بعد من رسول الله. النبي لم يلتفت إليهما ولا أي اهتمام ولا لهم أي وزن. كان بيطلعهم النبي بقى من قلبي وبشي. أنا كل انشغالي بالذات المحمدية عمال أتأمل الوجه الشريف. بعد قليل حضر أمير المؤمنين، اللهم صل وسلم وبارك عليه. إمام عد من على يميني كده ووقف أمامي بيني وبين حضرة النبي. عشان كده كان كل تركيزي على عنق الإمام من الخلف. الله أكبر، جمال على جمال. أنا لم أرى الوجه الشريف، ما رأيتش وجه الإمام الشريف، رأيت عنقه من الخلف. وقف قرابة 10 دقائق في الرؤية، ده كله قرابة 10 دقائق أو ربع ساعة، يكلم النبي والنبي يكلمه بلغة لا أفهمها ولا أعرفها، لا هي العربية ولا الإنجليزية ولا الفرنسية ولا الفارسية، لغة أنا مش عارفها. كل ما النبي يقول جملة الإمام يرد عليهم، طبعا مش عارف يقولوا إيه. بعد انتهاء المكالمة كأن النبي أمره أن يتوجه في مهمة، هو الإمام يدوبك انصرف والنبي أشار بسبابته هكذا، يعني اذهب خلف الإمام بسبابته الشريفة هكذا.